مساء الفل يا عم الناس. ايه اللي انت بتعمله ده؟ مش قلنا ان احنا انت بتاكل ده ليه؟ يا عم خلاص بقى كبر دماغك، يعني ده كيس شيبسي ب5 جنيه، يعني هي اللي هتفرق يعني. انت عارف اصلا ايه اللي بيحصل لما بتجيب منهم حاجه؟ تعالى اقول لك، فلوسك دي بتروح لهم اللي بيشتروا بيها الاسلحه اللي بيرتكبوا بيها الجرائم في حق اخواتنا، وبتبقى انت كده مشارك في ده. طب انت عارف لما نبقى كلنا متابعين لمنتجاتهم ايه اللي بيحصل؟ ما بتوصل لهمش فلوس والبراندات بتاعتهم بتقع، فبالتالي الاقتصاد بتاعهم بيتدمر. طب انت عارف اسهم الشركات دي كلها نزلت قد ايه في الكام يوم دول بس؟ المقاطعه دي اقوى سلاح في التغيير. تعال احكي لك كم مثال حصل بالفعل يوريك نتيجته. عندك مثلا اضراب غاندي في الهند لما قطعوا البضائع البريطانيه فاجبروا انهم يتفاوضوا مع الهنود. عندك مثال تاني، مقاطعه الحافلات في امريكا سنه 1955 ادت الى انتهاء التمييز العرقي في وسائل النقل الحركي. طب مثال كمان، في حركه انتشرت في امريكا واوروبا سنه 2005 لمقاطعه البضائع الاسرائيليه اللي بتيجي من المستوطنات، ولو ما كانتش مؤثره السياسيين ما كانوش هيفرضوا قوانين علشان شايفينها جريمه ولازم تقف. المقاطعه دي قوه والامثله كتير. ما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك انك مش فارق وملكش تاثير. هي المقاطعه اداه قويه للتغيير، بس بتبقى اقوى لما بنبقى متحدين كلنا. انا محمد فرج، سلام.